السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم في قناتكم شيف كريم. اليوم راح نديرو شخشوخة الظفر، تجي حبة مفرقة على حبة وبزاف بنينة بمكونات مضبوطة وبسيطة. مرحبا بكم، تبعوا الآن معايا لا روسات. نجيب كوكوط كيما هكا ولا نجيب كسرونة، نحط لها شوية زيت، يعني بعينكم ميزانكم. شوفوا نقول لكم حوالي 3 ملاعق كبار يكونوا معمرين لاباس بهم. نحط زوج لي كويس كيما هكا ولا صدر، ولا تحبوا ديروا حتى اللحم تجي بنينة ومليحة. نخلي هذاك الدجاج تاعي حتى وين يتقلى. والسر هنايا نحط له زوج قرون تاع فلفل، يطلق هذيك البنه لازم يتقلى معاهم. ونزيد هنايا حبه بصل تكون صغيره مسكرفشه. وثاني نزيد حبه طماطم صغيره مسكرفشه. هنايا البصل اللي كيف مانيش حاب نرحيه في الروبو، على خاطر يطلق لي هذيك يطلق لي واحد الماء، هذاك المر وحنا ما نحبوش، راح يفسد لنا الماكله نتاعنا، راح يطلق لنا مروريه وتكون ماهيش مليحه. من الافضل انكم توليو ديروا تجيبوا لارا ترابيو البصله تاعكم في الخشين. ومن بعد نجيب هنايا الحمص تاعي، درت حوالي كاس ونص نتاع 180 مليلتر. نزيد نص مغرف كبيرة نتاع هريسة، اللي يحب الحار يديرها واللي ما يحبش يدير حاجة قليلة برك. ومن بعد واش نزيد، نجيب هنايا مغرف ونص تاع اكل يكونوا كبار، طماطم يكونوا لاباس بيهم ملاح. فوالا نزيد نحرك مليح، ومن بعد اسكو نقدر نزيد طماطم ولا لا. فوالا ليكيب. ومن بعد واش نزيد التوابل نتاعي، عندي ملح، عندي عود قرفة وفلفل كحل وفلفل عكري، ونزيد زعفران ولا كركم. من الافضل انكم ديروا كركم، انا يا متوفر عندي غير زعفران. فوالا نخلط المكونات هذوك مليح، يعني حتى نخليهم حتى يتقلاو، اللي كيف ما تزربوش على التمراق. نخليو كل حاجه في وقتها مليحه باش تطلق لنا البنه. كاين ناس بزاف راهم ليه يتزربوا على التمراق ويديروا مثلا البصله الاولى. لا ديما كي نجيو نطيبوا اي اكله، نحطوا اللحم الاول يتقلى مع الزيت ولا الدجاج يتقلى مع الزيت، ومن بعد نزيدوا البصله، كل مكون والفتره والوقت نتاعو. فوالا انا عندي هنايا شخشوخة الظفر نتاع السوق، درك نخدم لكم نتاع الدار نحطها لكم فيديو. انا درت كيلو هنايا، نحاولوا نحيو هذوك العواد يكونوا كان قادرين نكسروهم برك، بصح غير نحيوهم باش من بعد ما يخسروناش الشخشوخة تاعنا. عندي هنايا نص كاس زيت، نبدا نبسس مليح الشخشوخة تاعي. لازم كل حبة تدي حقها من الزيت. فوالا من بعد نبقى غير نبسس فيها مليح. نزيد شوية ملح، حوالي مغرف نص مغرف غير ربع صغيرة نتاع قهوة. فوالا كل واحد كيفاش يحب الملح يعني نحاولوا نديروا ليكيليبر بين لاصوص وبين الشخشوخة. فوالا هنايا شوفوا طلقت لي واحد الريحة ما شاء الله، يعني واحد البنان. واش راح نقول لكم، سورتو كي قليت هذاك الفلفل مع الدجاج وبديت نحط كل حاجة في وقتها. ليكيب مرحبا بكم، اي واحد دخل جديد القناة تاعي ما ينساش يحط لي متابعة ويحط لي جيم ويخلي لي تعليقات ويبارطاجي هذا الشخشوخ تظفر مع اصدقائه. هاي هي كيما راكم تشوفوا راني بديت نمرق غير بشويه ونحرك لاصوص تاعي. فوالا ليكيب، اي وصفه واي ماكله سورتو اللي يحتاجوا التمراق، ديما نديروا الماء بالزايد يسخن، يعني الماء لازم نخليوه حتى يغلي مليح ونبداو نمرقوا به. على خاطر من بعد لو كان تكون لاصوص تاعكم تخص الماء ومن بعد تزيدوا تضيفوا لها هذاك الماء البارد، راح تتشوك على لاصوص هذيك تولي لكم شغل صامته. فوالا نخلي لاصوص تاعي بجهة حتى نقوي لها النار، معليش باش ما ثقاش. لو كان نقصوا النار راح ثقال لاصوص والمكونات اللي داخل ما يطيبوش، بار اكزومبل كيما الدجاج ولا اللحم ما راحش يطيبوا لاصوص برك ثقال. نحط الشخشوخه تاعي بعد ما بسستها بالزيت مليح في كسكاس هكا، ولتحت عمرته بالماء، درت نص كسكاس خليته حتى وين يسخن مليح، ومن بعد حطيت الشخشوخه تاعي في الكسكاس. فوالا شوفوا كيما راكم تشوفوا راهي مبسسة، الله الله. ام كاينين حبات يبانوا بيوضة، لا راهو غير الضوء برك يعكس فيهم بيوضة ويبانوا لكم ماهوش مبسين. انا نحط الخضرة تاعي، انا درت الزرودية ودرت جريوات. نتوما ديروا الحاجة اللي تحبوها، قادرين ديروا حتى تزيدوا البطاطا، ماهوش مشكل. فوالا نقفل عليها ومن بعد نولي هنايا واش ندير. ثاني حاجة نبدا نضيف الماء على الشخشوخة تاعي. هذه راهي التفويرة الاولى. فوالا ما تضيفوش الماء بزاف ليكيب، ضيفوه غير بشويه برك
راهي سخونة، على بالك نجيب حاجة نعاون بها بيدي لأنها راهي سخونة بزاف، هي من الأفضل تفتحوها بيديكم، معليش أنني نفتح هكا بهذا المغرف ومن بعد نبردها غير شوية ومن بعد نحاول نفتحها بيديا. اي فوالا راهي طريقة جد سهلة وبسيطة، تبان لي ما كانش طريقة كيما هذه اللي نشرح لكم بها. شوفوا لاصوص تاعي الله الله. دركا نحي الدجاج تاعي اكوتي، نحيته من لاصوص، نشفته مليح من لاصوص ومن بعد نروح نحمرو في مقلة شوية زيت ونخليه حتى وين يتحمر. فوالا شوفوا لاصوص تاعي راهي وجدت، الشخشوخة تاعي راهي وجدت بعد ما فورتها 3 مرات بنفس الطريقة. يعني نروح نفورها نعاود نخرجها نديرها بالماء نعاود نفورها نزيد ندير 3 مرات. دركا بعد ما صفيت هذيك لاصوص تاعي، شوفوا ليكيب هنايا اختياري، كل واحد كيفاش يحب يدير الشخشوخة تاعو. كاين اللي يحب يصفيها يخليها غير ماء ساك، وقادر حتى اللي يدير لها بهذوك الاخر لي زيبيس وهذوك البصلة وحوايج هذوك. حنا في الدار لا غالب يحبوها هكا بلا صوص ساك. انا نحبها اني ندير كلش ماشي لازم نصفي لاصوص. وفي الدار ثاني هما يحبوا هكا. فوالا الطريقة الاولى اللي درتها معكم اني حطيت لاصوص تاعي في الشخشوخة. وهنايا الطريقة الثانية اللي قادرين ديروا ثاني هذه الطريقة الثانية. فوالا ليكيب هذه الشخشوخة تاعي، ما تنساوش تخليو لي جيم متابعة وتهلاو في رواحكم، تلاقاو في وصفة قادمة. سلام.